بقى على الأخ التاني وهو الكلاري أنتي داندروف شامبو. بص، القشرة مش دايما مشكلة واحدة، ساعات بتبقى فطريات، ساعات دهون زايدة، وساعات فروة مخنوقة وشعر بيقع معاها. هنا بقى الكلاري أنتي داندروف شامبو مش بيشتغل على سبب واحد، ده بيلم كل الخيوط مع بعض. أول حاجة إن الشامبو ده بيفهم إن القشرة بتحب البيئة الغلط. دهون زايدة زائد انسداد زائد فطريات يساوي قشرة ما بترحمش. عشان كده بيدخل الساليسيليك أسيد يفتح الفروة، يفك القشور اللازقة وينظف المسام اللي كانت مقفولة. مش شيل شكل وخلاص، ده تنظيف من تحت. بعد ما الفروة اتفتحت يبدأ الشغل الحقيقي. البيروكتون أولامين يمسك في الفطريات نفسها، يقللها ويمنعها ترجع تاني بسهولة. يعني القشرة بتقل من مصدرها مش من السطح. وهنا بقى في نقطة مهمة، في شامبوهات تعالج القشرة وتنسى الشعر، ولكن كلاري لأ. عشان كده حاطط البروكابيل 3%، وده بيشتغل على تقوية جذور الشعر، تقليل التساقط وتحسين الدورة الدموية حوالين البصيلة. يعني وانت بتعالج القشرة الشعر نفسه بيستفيد. كمان في ستيج اكستراكت او السكليرانس، وده بيظبط افراز الدهون وبيهدي الفروه، بيخلي الاحساس انضف واخف. كمان التي تري اويل، وده مطهر طبيعي بينظف الفروه ويمنع البكتيريا والفطريات تعيش مرتاحه. وطبعا ما ينفعش نعالج من غير تهدئه، عندنا زيت الارجان ده يرطب، الجرين كوفي ده ينشط، الكيراتين والكيرافيز بي اي بيرجعوا للشعر قوته ويقللوا التقصف والهشان اللي بيحصل مع اي شامبو علاجي. والخلاصه ان الكلاري انتي داندروف مش شامبو بيشيل قشره وخلاص، ده بينظف الفروه ويقتل سبب القشره ويوازن الدهون ويقوي الشعر في نفس الوقت. نخش بقى لدواعي استعمال الكلاري انتي داندروف شامبو. اول حاجه بنوصفه للقشره المتوسطه الى الشديده. القشره غالبا سببها زياده فطر المناسيسي زي ما قلنا على فروه الراس، وده بيعمل قشور بيضاء وحكه واحساس بعدم الراحه. فوجود البيروكتون اولامين في الكلاري بيقلل الفطر نفسه ويمنع تكاثره، فالقشره تقل من السبب مش من الشكل بس. كمان حالات السيبوريك درماتيتس، في الحالات دي بيكون فيها قشره دهنيه، احمرار، حكه مزعجه، فالساليسيليك اسيد يفك القشور المتراكمه ويساعد المكونات المضاده للفطريات توصل للفروه كويس. ومع السيج اكستراكت والتي تري اويل بيقلل الالتهاب وتهدى الفروه. كمان في حالات القشره اللي بترجع بسرعه بعد الشامبوهات العاديه، لو القشره بتروح وترجع بعد ايام، ده معناه ان المسام مقفوله والفروه مش متوازنه. فالكلاري بيساعد لانه بينظف القشور ويقلل الفطريات ويظبط افراز الدهون. كمان في حالات فروه الراس الدهنيه اللي معاها قشره، الدهون الزايده بتعمل بيئه مثاليه للفطريات، فالتي تري اويل والستيج اكستراكت يساعدوا على تنظيم افراز الدهون وتقليل انسداد الفروه، وده بيخلي الشامبو مناسب جدا للفروه الدهنيه. كمان في حالات القشرة المصحوبة بتساقط شعر خفيف لمتوسط، في ناس القشرة عندها بتكون سبب مباشر في ضعف البصيلة وزيادة التساقط، فوجود البروكابيل والجرين كوفي بيساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقوية الجذور وتقليل التساقط المرتبط بمشاكل الفروة. واخر حاجة تلف الشعر المصاحب لاستخدام شامبوهات علاجية قوية. الكناري مناسب للناس اللي بتعالج قشرة لكن شعرها بيتعب من الشامبوهات القاسية، لأن فيه الأرجان أويل والكيرافيس بي إي والكيراتين اللي بيساعدوا على حماية الشعراية وتقويتها أثناء العلاج. خلصنا دواعي الاستعمال، خليني بقى اعرفك الاثار الجانبيه المحتمله للكلاري انتي داندروف شامبو. اول حاجه ممكن يسبب احساس بوغز او لسعه خفيفه اول ما يتحط، وده طبيعي جدا في اول استخدام، خصوصا لو الفرع فيها قشره تقيله او التهابات. والاحساس ده غالبا بيختفي اول ما الشامبو يتغسل. كمان ممكن تحس بحكه خفيفه في اول اسبوع، وده بيحصل لان الفروه بتتخلص من القشور والفطريات، ومع الاستمرار المنتظم الحكه بتقل وتروح. كمان جفاف خفيف في فروة الراس. وجود الساليسيليك اسيد والبيروكتون اولامين ممكن يعمل احساس بجفاف بسيط عند بعض الناس، وده بيكون مؤقت، ويفضل استخدام بلسم على اطراف الشعر بس. كمان تقشير بسيط او احساس ان الفروه بتنضف، في بعض الحالات الفروه ممكن تقشر شويه في الاول بسبب ازاله القشور القديمه، وده مش عرض مقلق وغالبا بيختفي بعد كام غسله. كمان تحسس او تهيج ملحوظ، وده نادر جدا، لو ظهر حرقان شديد، احمرار قوي، تورم او حكه مش محتمله، ده ممكن يكون تحسس من احد المكونات، وساعتها لازم نوقفه فورا ونراجع الدكتور. واخر حاجه تقل بسيط في الشعر لو استخدم غلط، لو الشامبو اتحط على الشعر كله واتساب فتره طويله ممكن الشعر يحس انه تقيل او مش ناعم. عشان كده دايما الاستخدام يكون على الفروه بس. كلام جميل. طب ايه موانع استعمال الكلاري انتي داندروف شامبو، او مين الناس اللي ما ينفعش يستخدموه؟ اول حاجه طبعا ممنوع في حاله وجود حساسيه معروفه من اي مكون في الشامبو. لو حصل لك قبل كده طفح، تورم، او حرقان شديد من منتجات فيها البيروكتون اولامين او التي تري اويل او الساليسيليك اسيد او الزيوت العطريه، يبقى ما ينفعش يستخدم، ولازم اختيار بديل بعد استشاره الطبيب. كمان ممنوع في حالة وجود جروح مفتوحة أو تشوهات عميقة في فروة الراس. لو الفروة فيها جروح أو التهابات قوية أو تشوهات مؤلمة، الشامبو ممكن يسبب لسع أو تهيج أكتر، فالأفضل تأجيل الاستخدام لحد ما الفروة تهدى. كمان الشامبو العلاجي اللي فيه مواد فعالة متعددة ما بيستخدمش للأطفال إلا بتوجيه طبي مباشر. وبرضه في حالات الحمل والرضاعة، رغم إن الاستخدام موضعي إلا إن وجود مواد فعالة وزيوت عطرية بيخلي استشارة الطبيب ضرورية قبل الاستخدام. كلام جميل. طيب نستخدمه ازاي او ايه جرعته؟ اول حاجه بنبلل الشعر والفروه كويس، نحط كميه مناسبه من الشامبو على الفروه والشعر، ندلك برفق من غير عنف،
نشطف كويس بالمية لحد ما الشامبو يختفي تماما. والجرعة بتكون 3 مرات في الأسبوع لعلاج القشرة والسيطرة عليها. أما المينتيننس ثيرابي فبعد التحسن بنستخدمها مرة واحدة في الأسبوع عشان نحافظ على النتيجة ونمنع رجوع القشرة. وخد بالك ما بيستخدمش كل يوم، والتدليك يكون على الهادي ومن غير حك، ويفضل التركيز على الفروة أكتر من الشعر، ولو هنحط بلسم يكون على أطراف الشعر بس.